بسم الله. الحلقة بتبتدي بسيونج وهي في شغلها كعرافة، بس كانت متأثرة جدا من لمستها لإيد جيون وكل زبون يدخل عليها تطلب منه يشبك إيده بإيدها كنوع من النصيحة. البنت عايشة الرومانسية في شغلها. الست الروحية الكبيرة بتتنرفز منها، لكن مساعدتها بتمسكها وتهديها. نروح لجيون اللي كان بيتمرن على الرماية، وفجأة افتكر اللحظة اللي مسك فيها ايد سيونج وابتسم كده وهو بيشعر بسعادة غريبة. المشهد بينقلنا عند مزار الجدة، وهناك بنشوف العرافة المشهورة وهي واقفة قدام صور جيونج مع جدته. نرجع للبيت الملعون. سيونج والأم الروحية بيلفوا البيت بخيط قش عشان يضعفوا الروح الشريرة. سيونج استغرب وتقول: لو الروح دي قوية ليه ما ندعيش ربنا يحمينا؟ الأم الروحية ترد عليها: هنطلب المساعدة من شخص. سيونج تسألها: مين الشخص ده؟ ترد: أنا. أيوة، أنا اللي ممكن أساعد. دايما أشجع نفسي بالكلام ده علشان أقدر أتعامل مع روح شريرة بالصعوبة دي. سيونج تقول لها: انتي قرة أو عرافة شفتها. لكن الست الروحية ترد: لو كنت كده كنت حليت المشكلة من أول مرة. تشجعها سيونج وتقول إنها لسه في المحاولة الأولى وإنها مش هتستسلم، وإنه فاضل 8 أيام بس من 21 يوم، وهتفضل تحاول تنقذ حياة جيونو. الست الروحية بتقول لها: حتى وإحنا في موقف خطر زي ده أنت بتفكري فيه؟ ترد عليها سيونج: أنا هكون أفضل عرافة المشهد بعد كده يودينا لشابين قدام البيت الملعون بيصوروا فيديو، ونرجع لسيونج والست الروحية وهي بتنصحها: ابعدي عن المعارك اللي مش قادرة تكسبيها، وقتها كدبي واهربي لو لازم. انت الوحيدة اللي تقدري تحميه، ما تستسلميش. فجأة يشوفوا الشابين وهم بيحاولوا يدخلوا البيت. الست الروحية تروح لهم وتقول لهم: لو عاوزين تدخلوا اعرفوا انكم مش هتخرجوا عايشين. واحد فيهم ياخد الكاميرا ويقول للمتابعين: دي عرافة حقيقية. يسألوها: قادرة تتعاملي مع الروح الشريرة؟ بترد: لو كنت قادرة ما كنتش منعتكم، ده مش شبح عادي، ده خطر كبير. ولما يصر الشاب على الدخول تقول له: انت من النوع اللي نقوله ما تعملش كده علشان خطر، يوم يعمله. يطلب منها تدخل معاه. الولد باين عليه أهبل، ولما يضحك عليها تطلع لهم سيونج بسيف وتخوفهم فيجروا ويهربوا. لكن الحقيقة ما مشيوش، كانوا مستخبيين وبيدخلوا البيت من وراهم. يلقى شاب خاتم مرمي، أول ما يمسكه الخاتم تصيبه اللعنة، والتاني بيشوف حالته بالكاميرا ويتصدم، وفجأة نسمع صراخه. الصبح سيونج بتدور على حاجة زي دمية، تلاقي مرطب شفايف وبتفكر تديه لجيون. وهم في الطريق للمدرسة تشجعت وادت غوله، بس كانت بتتصرف بغرابة. جيون حط صباعه على رقبتها عشان يهديها، ولما مسكته اتفجد انه هو اللي بادر، وكانت نيته يغير مودها. في المدرسة لما دخلوا شافت سيونج زميلتهم ومعها شبح طفل، فحاولت تمسك جيون علشان تحميه، بس اكتشفت انها ماسكاه من ياقة هدوم فدفعته واعتذرت. جيون قال ما فيش مشكلة وكان الجو لطيف، وجيهو استغرب. في الفطار جيهو سحب لها الكرسي، لكن هي قعدت جنب جيون، فجيهو زعل وقال: انت دايما بتقعدي جنبي، ليه غيرتي؟ اعتذرت له، لكن ما طلب منها تغير مكانها وتقعد جنبه. جيون مسكها وسأل: انت جدية؟ زميلاتهم قعدوا وشافوا جين وفرقته بيتنمروا على الطلبة، وسيونج بتضحك وهي بتبص الكلب جين، ففيون افتكر إنها معجبة بجين. بعد شوية لما جين عدى قدامها ضحكت لما شافت الكلب وقالت كيوت، بس جيهو وريون افتكروا إنها بتقصد جين. جيهو راح لها وقال لها: أنا فاهم إنك معجبة بغيون، بس جين كيوت؟ قالته: أنا؟ إمتى قلتك؟ بعد كده جين وفرقته دخلوا الحمام وكانوا بيدخنوا، وفجأة يدخل عليهم جيون. حاولوا يضايقوه، لكنه كان مشغول بفكرة إزاي دي شايفاه كيوت.
في نفس الوقت سيون كانت بتحكي لجيهو عن الطفلة اللي ملتصقة بزميلتهم، وقالت له إن أي حد يقرب منها بيجيله صداع وغثيان، لكنه طمنها. قالت طاقة تشي عندك عالية، يا ريت لو جيون كان زيه، واعترفت بإعجابها بجيون، لكن باين إن جيهو معجب بيها كمان. المشهد يروح عند الأم الروحية والشرطة حوالين البيت، بيحققوا في اللي حصل للشابين واكتشفوا إنهم في غيبوبة. الست بتقول إنها هتعمل طقوس تطهير بمساعدة عرافة عمياء، وهتجيب أقوى العرافات علشان تنقذهم. سيونج وجيون وجيهو كانوا خارجين من المدرسة، واتصلت الأم الروحية بسيونج وطلبت منها تيجي تساعد في الطقوس. قبل ما تمشي مسكت إيد جيون وطمنته، وبعدين مسكت إيد جيهو علشان ما يغيرش. الأم الروحية وسيونج كانوا بيجهزوا نفسهم لطقوس استدعاء روح الشابين قبل ما يبدأوا طقوس التطهير. المشهد بينقلنا لجيون وهو في طريقه للبيت، بيشوف قدامه العرافة المشهورة، بيخاف ويرجع لورا، بس في الآخر بيدخل معاها البيت. ترميله الصورة هو وجدته على الأرض وتسأله: لحد إمتى هفضل أحمي عيلتك منك؟ جيون ياخد الصور، يلاحظ إنها مكتوب عليها تعويذة، والعرافة تقول له إن أبوه خايف من رجوع روح جدته عشان هي عاشت فترة طويلة معاه. بتقوم وتطلع كيس من جيبها وتطلب منه يغمض عينه، وتبدأ ترش عليه حاجة شبه الملح الخشن. نرجع للطقوس ونشوف الست الروحية وسيونج بيبدأوا استدعاء الروح، وفي نفس الوقت جيون بيرجع البيت حزين ويحط شنطته، والمرطب اللي اديتهوله سيونج يقع، فيشيله ويحطه على مكتبه. تاني يوم نشوف سيونج نايمة في الباص، كانت هتخبط راسها في الإزاز، لكن غيون مد إيده بسرعة وحماها. وفي الحصة كملت نومة لحد ما جه واحد من الشابين اللي في صفها كان بيحقق في كل حاجة زي الصحفيين. شاف فيديو بقى متحمس، راح بسرعة عند سيونج وصحيها علشان يشوفوا الفيديو سوا. ولما شاف العرافة اللي في الفيديو لاحظ إنها شبه سيونج جدا، وبدأ يشك إنها هي. المشهد يروح لجيون وجيهو في الرودة وهم راجعين من الغد. لقوا زمايلهم مجتمعين حوالين سيونج وسألوهم في إيه؟ طلع الشاب اللي شاف الفيديو وقال: عاوز أتأكد هي دي العرافة اللي في الفيديو؟ بدأ يضغط عليها، فغيون انفعل وصرخ في وش سيونج وقال لها: دفعي عن نفسك، بطلي تبتسمي وخلاص. راح هجم على الولد، لكن جيهو مسك غيون خرج وهو غضبان، ولحقوا سيونج وجيهو. جيهو حاول يهديه وقال له ما كانش فيه داعي للعصبية دي. سيونج كانت بتفكر تزعق، لكن خافت وقالت في عقلها ما اقدرش اتكلم كده. غيون قال خلاص خلينا نقفل الموضوع هنا. بعدها سيونج قالت لجيهو هو بيكره العرافين بس مش بيكرهني أنا. رد عليها: انت ضعيفة، انت ما كرهتهوش. قالت له: لا أنا مش بكرهه. قال لها جيهو: أنا بكرهه. المساء وهم طالعين من المدرسة، جيهو راح يكلم جيون لكن المدرب دخل عليهم وطلب من جيون يجي يتدرب. جيون قال له لا، بس جيهو قال له: طب اتحدى معايا في الرماية. دخلوا تحت الرماية، جيون علمه ازاي يقف صح، وبعدين رمى وصاب الهدف. أما جيهو أول رمية راحت في الأرض والتانية زيها. جيون سألوه: كنت عايز تقول إيه قبل كده؟ فقال له: أنا اللي علمت سيونج تبتسم بالشكل ده لأنها كانت دايما عابسة. أنا معجب بيها، ولو زاد إعجابي أنافسك عليها. جيون اتفاجأ، خصوصا إن جيهو كان بيتكلم بجد، وسهمه أخيرا صاب الهدف. المساء سيونج والأم الروحية بيكملوا طقوسهم في البيت الملعون، وكل واحدة فيهم بتفتكر ذكريات حزينة. الأم الروحية قالت إنهم لازم يتخلصوا من الطاقة السلبية. سيونج وافقت، وبعدين في الطريق سألت أمها: أنتي قلقانة؟ قالت لها: وأنتي؟ قالت لها: أنا زيك. أمها قالت لها: قلقانة على حبيبك؟ سيونج قالت: هو بيكره العرافين، ولو عرف إني عرفة. أمها ردت: ساعتها بس قلعي. وأثناء ما كانوا ماشيين، سيونج لمحت جيونجو من بعيد،
وهو أول ما شافهم جرى عليهم بسرعة. مسك إيد سيونج فجأة وقال لها بصوت ملهوف: شيل الغطا من على وشك لو سمحتي. الأم الروحية تدخلت فورا وقالت له بالنبرة صارمة: انت مين علشان تطلب كده من بنتي؟ جيونج حاول يشرح وقال: مش علشاني، علشان صاحبتي في المدرسة اتحرجت قدام الكل، زمايلها بقوا بيشبهوها بالعراف اللي في الفيديو. سيونج كانت بتبصله باستغراب، لكنه كان بيتكلم بلطف، وده خلى قلبها يلين شوية وفكرت توافق. بس أمها شافتها بتتهز، فبصت لها بحدة وسألتها: هتكشفي وشك قدامه؟ سيونج فاقت من اللحظة وراحت قالت: لا، مش هكشفه. الأم الروحية ما سكتتش وقالت له: امشي من هنا، ملكش دعوة بينا، دي مش مشكلتنا. جيون فضل يحاول يشرح وقال: بس أنا بسأل علشان صديقتي. الأم قطعته وقالت: برضو مش مشكلتنا. غيون تنهد بحزن واعتذر منهم وبدأ يمشي بعيد، بس وهو بيبعد بعت رسالة لسيونج تليفونها عمل صوت وصوته سمعه، فبصهم بسرعة. سيونج انفعلت وصرخت: شي، انت لسه بتبص؟ نزل عينيك على الأرض. وبعد ما مشي قعدت تبكي وهي ماشية. أمها قالت لها بهدوء: رديتي على رسائله؟ قالت سيونج وهي مخنوقة من نفسها: لا، ازاي ارد عليه بعد اللي قلته؟ وأثناء ما بيكملوا مشي، الأم تشوف فستان شيك جدا وقالت لسيونج ايه رأيك في الطقم ده؟ سيونج بصت وقالت: جميل جدا. وبعد شوية نشوف سيونج وهي لابسة الطقم بتجربه، وأمها كانت مبسوطة بيها جدا. سيونج استغربت وقالت: احنا ليه بنشتري هدوم فجأة كده؟ أمها ما ردتش بكلام، مسكت منديل ومسحت دموع بنتها وقالت لها بحناية: روحي لجيون بسرعة. سيونج حضنت أمها بشدة وشكرتها وخرجت تجري في الشارع. جريت بكل طاقتها لحد ما وصلت عند جيون كان واقف لوحده. بصلها وقال: أنا آسف على اللي عملت الصبح. ردت عليه: وأنا آسفة إني ما ردتش على رسايلك. فجأة النور قطع، ضلمة تامة نزلت حواليهم والتوتر لال الجو. سيونج بصت حواليها بخوف وقالت له بصوت معزوز: وأنا صغيرة كنت بكره الضلمة. وبعدين مسكت إيده كعذر عشان تبعد الأشباح. قالت له: فاكرة لما أمي مسكت إيدي علشان ما خافش؟ وقتها حسيت بالدفى الحقيقي من لمسة إنسان. جيون بصلها وقال: ما تتصنعيش ابتسامتك، أنا أعرف الشعور ده كويس. ويجي فلاش باك وهو طفل والعرافة بتعمل عليه طقوس، ثم نرجع للحاضر وهو يقول: الناس هتفضل تضغط عليكي علشان تبكي، بس أنا آسف إن انفعلت عليكي الصبح من غير سبب. سيونج اتأثرت بكلامه ومدت إيديها وحضنته، وفجأة النور رجع. الصبح كانت سيونج واقفة جنب بيته مستنياه، ولما طلبت منه يروحوا المدرسة بالعجلة. قال لها: ما عنديش عجلة. قالت له بابتسامة: أنا عندي كتير، اختار واحدة. وبنشوفهم وهم سايقين العجلة بيضحكوا وفرحانين، بس بيوصلوا متأخرين وبيضطروا يتسلقوا سور المدرسة عشان يدخلوا. وهم بيجروا وبيضحكوا علشان يلحقوا الحصة. المدرب يشوفهم يضحك ويهز راسه ويقول: الحب مال الهوى. المشهد اتنقل بعدها على الأم الروحية، كانت بتتكلم مع العراف كاتب التمائم، وأول ما شافها قال: ده حلم يخوف. قالت له: ده مش حلم، ده واقع. سألته عن يوم حواه، هي بتعمل ايه دلوقتي؟ قال لها: شغالة في أعمال سودة كلها علشان الفلوس. مسك تليفونه واتصل بيها. ردت يوم هو بصوت بارد: مالك؟ خبرته يقول لأم الروحية إنها ما تدخلش في شغل ما يخصهاش.
وقبل ما يكمل كلامه قفلت السكة في وشه. نشوفها بعد كده بتدخل البيت الملعون وتقفل الباب وراها. البيت كله بقى ضلمة وطاقة مرعبة حوالين المكان. نرجع تاني لسيونج وجيون في المدرسة، واقفين في الردهة بيضحكوا وبيتكلموا، وفجأة جين وفرقته يظهروا قدامهم. جين بيقرب من غيون ويقول له بصوت متحدي: استناني ورا المدرسة في المستودع. غيون يتفاجئ ويفتكر إنه كان اللي وشى بيهم للمراقب إنهم بيدخنوا في الحمام. سيون قعد تسأله: في إيه؟ قال لها حكاية طويلة. قالت له: طب ليه ما تروح تقول للمدرس؟ غيون هز راسه وقال: مش هروح. للمشهد يروح للمساء. جيون في ملعب الرماية بيدرب لوحده، ما راحش يقابل جين. في أوضة تغيير الملابس صحابه كانوا مستغربين، قالوا هيفضل ولا ناوي يسيب؟ فجأة المدرب يدخل ويسمعهم وبيسأله: ايه اللي بتعمله هنا؟ بيجاوب عليه جيونو: انا مش هسيب الرماية. المدرب ابتسم. نرجع لسيونجا، وكانت ماشية في الشارع شايلة على ظهرها دميتين بتنور رايحة على البيت الملعون. المشهد اتنقل للبيت. العرافة يوم كانت لسه جوه بتكمل تقصها. سيونجا توصل قدام الباب ويوم تحس بيها تطلع تستقبلها. سيونجا قاعد تسألها: انت مين؟ يوم تسألها في المقابل: خلصت طقوس التطهير؟ قالت لها سيونجا: لسه. انت واحدة من العرافات اللي جابتهم أمي؟ ردت يوم أيوة، بس أنا وصلت بدري شوية. سيونج حاولت تدخل، بس يوم وقفتها وقالت: عايزة أشوف تجهيزاتك الأول. المشهد يرجع لجون والمدرب في ساحة التدريب. المدرب سأله: إيه اللي خلاك تغير رأيك؟ قال له: جيونو، الرماية دي مش بس هواية، دي الحاجة الوحيدة اللي بحبها فعلا. المدرب كان فرحان جدا وقال له بابتسامة: طيب، لو عايز تنضم للفريق طبق تقليدنا. نرجع تاني لسيونج ويوم يوم تمسك غطا وش سيونج وتشيله، وبعدين تطلب منها: اعملي رقصة معينة، ولو عملتيها هرجع لك غطا وشك. سيونج استغربت وقالت: دي رقصة عايزة شخصين. قالت لها يوم بابتسامة خبيثة: وأنا هكون الشخص التاني. في نفس الوقت جيون كان ماشي في الطريق ناحية البيت الملعون. خطوة بخطوة كان بيقرب منهم بينما هم لساتهم بيرقصوا، وكان بيكلم نفسه: رغم كل حاجة مريت بيها، بس اللحظات الحلوة اللي حصلت لي كانت كأنها معجزة، خصوصا لما البنت دي قالت لي: هكون دايما جنبك لحد ما النور يرجع لحياتك. وفجأة يوصل قدام البيت ويبص من بعيد ويتصدم. سيونجا لابسة لبس العرافة ومحمين مع العرافة الشريرة. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك لو لسه جديد، وسيب لك كومنت حلو كده. نشوفك في الحلقة الجاية.